مساء الفل عليكم. عارفين زمان لما تخش كده الاسواق وتلاقي ان كل محل قدامه كرسي فاضي؟ ايه موضوع الكرسي الفاضي ده؟ بص يا سيدي، كان طول ما الكرسي دوت قدام باب المحل يبقى المحل ده لسه ما استفتحش ولسه ربنا ما كرموش بزبون، فكان كل المحلات حاطه كراسي قدام تقول ان احنا لسه ما استفتحناش. فيجي انا مثلا واحد زبون زيي يروح المحل يشتري ايه 3 4 حاجات، مجرد ما بخش المحل واشتري صاحب المحل بيدخل الكرسي جوه كانه بيقول لباقي السوق يا جماعه انا الحمد لله ربنا كرمني واستفتحت. طيب لو جاله زبون تاني ما بيبيعلوش، بص بقى الاخلاق النبيله، بيقول له بص الحاجه دي هتلاقيها عند زميلي اللي هناك دوت، هتلاقيها موجوده، انا عندي الصراحه لسه خلصانه حتى لو الحاجه عنده جوه. فكان الزبون يروح للمحل التاني ابو كرسي دوت فاضي، يخش يشتري والكرسي يدخل. يفضلوا التجار من اخلاقهم النبيله وكرمهم ان هم يبداوا يوزعوا الزبائن على بعض لحد ما كل الكراسي تخش جوه المحلات، ويعرفوا ان كده السوق ايه استفتح. كان زمان في طيبه وكان في بركه، عشان كده ربنا كان كرمهم. لكن لو قارنا الكلام ده بدلوقتي اتفرج بقى على المنافسات. ده انت لو دخلت اي سوق، انا لما بمشي مثلا في العتبه ولا الموسكي بتلاقي الشباب واقفه بتخطفك من بعض، يقول لك تعالى عندي، لا تعالى عندي، لا اوعى تروح قدامي هيضحكوا عليك، لا المحل ده بتاعته بايظه، ويبداوا ايه بلغه السوق كده يشفروا في بعض. طبعا التجار او فاتحين المحلات عارفين معنى الكلمه اللي انا بقولها ديت، وللاسف دي حاجه مش حلوه، لان الرزق ده بتاع ربنا وربنا هيبعت لك رزقك، مش لازم تخطفه من حد. الحاجه الوحيده اللي ما بتتخطفش يا جماعه هي الرزق، اي حاجه ممكن تخطفها الا الرزق. ربنا يرزقكم جميعا ومساءكم فل ودايما في بركه وخير مع بعض. مع السلامه.